السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهاردة عملت لكم الفايش، جايبه لكم من قلب الصعيد. طريقة الفايش من قلب الصعيد يا جماعة، تحفة تحفة تحفة. بصوا بقى الفايش بخميرة السمسم. تمام. ازاي تقدري تعمليه ويطلع معاكي زي بتاع الصعيد بالظبط. الطريقة كلها كاملة في الفيديو. اتفرجوا على الفيديو كامل وما تسيبوش اي لحظة ولا اي تكة ولا اي دقيقة في الفيديو. تمام. كل خطوة متصلة بالتانية عشان تطلعيه مظبوط وتكلفيه وتعملي له خطواته مظبوطة. لازم تتفرجي على الفيديو كله من الاول للاخر. بصوا يا جماعة شكل الفايش كان تحفة من الجمال وطعمه تحفتين، مقرمش كده وتحفة من الجمال. ازاي تطلعيه مقرمش معاكي كده، ازاي يطلع لونه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، احسن من بتاع الافران، هتبقي محترفة فيه. بصوا بقى بيتقسم معايا كده بكل سهولة. الفايش بتاعي طالع تحفة من الجمال، بيدوب كده في كوباية الشاي بلبن او كوباية اللبن. شايفين مقرمش معايا ازاي؟ بصوا مجرد ان انا بفركه بس على ايدي كده بيطلع زي القمر معايا وناشف كده ومتحمص. ازاي برضو هتحمصيه ازاي وهتشتغلي فيه ازاي من الالف ليه، وازاي تطلعي الخميرة بتاعته تطلع مظبوطة معاكي. تمام. شايفين الفايش بتاعنا النهاردة هايش هايش كده وزي القمر. يلا بينا بقى نشوف المقادير وطريقة التحضير، هوريكم عملته ازاي. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي منى ودي قناتي. اشتركوا في القناة وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل وصفة جديدة انا منزلها على القناة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ وصفتنا. عندي هنا نص كيلو من اللبن الحليب. تمام. اللبن الطازة يا جماعة، اي لبن عندك مفيش مشكلة، بس اهم حاجة تحطيه على النار وتغليه. خلاص كده فضيته هنا في اللبانة وهغليه لحد ما يفور معايا. تمام. هنا بقى في المطحنة بتاعتي واللي بيسخن لي الخميرة بتاعت الفايش. تمام. وبيخليها تفور معايا وتبقى زي القمر، السمسم او الحمص. تمام. انا عندي هنا معلقة واحدة من الحمص ومعلقتين من السمسم الابيض وحوالي معلقة ونص كده او معلقتين من السمسم الاحمر. براحتك خالص، برضو ممكن تحطي سمسم بس ممكن تحطي نوع واحد من السمسم، بس انا حبيت اعمل الخلطة دي كده مزاج بقى. تمام. حضرت هنا البرطمان بتاعي اللي هحط فيه، هخمر فيه الخميرة بتاعت الفايش. ضربتهم هنا في الكبة ضربة كويسة جدا زي ما انتوا شايفين كده. وممكن تحطيه صحيح مفيش اي مشكلة. لو حطيتي الحبوب بتاعتك صحيحة بعد ما بتخمر الخميرة بتاعتك بتشيليهم عادي. خلاص. بس انا ده حاولت هنا، حبيت ان انا احط السمسم زي ما انتوا شفتوا كده عشان يدي طعم كمان للفايش. بعد ما اللبن غلي هنا بنزل اللبن على طول دفعة واحدة كده على السمسم والحبوب اللي انا طحنتها. تمام. اهم حاجة بقى في الخميرة بتاعت النهاردة بتاعت الفايش ان انت تحكميها كويس جدا وتكتمي البرطمان كويس جدا. حسيت ان الغطا البلاستيك ده مش هيبقى كويس وهيطلع هواء، اول ما الخميرة هتفور هيفرقع معايا. تمام. اول حاجه بعملها بقى ان انا ادفي الخميره دي كويس جدا واحطها في مكان دافي. تمام. عشان تخمر معايا زي ما انتوا شايفين كده. حطيتها في كذا فوطه كده واحطها في مكان دافي لحد ما اشوف الخميره دي تفصل كده عن بعضها وتخمر. تمام. زي ما هوريكم دلوقتي حالا كده. خلاص بعد ما عدى على الخميره دي قعدت معايا يوم بليله عشان الدنيا ساقعه. ده شكل الخميره المظبوط يا جماعه. دي خميره الفايش. احنا بنخمر الخميره دي بتديه الطعم بتاع الصعيد كده، والطعم الصعيد بتاع الفايش بتاع الصعيد. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. لو الخميره بتاعتك ما فصلتش بعيد عن بعضها كده، ما فصلتش كده ميه على زي الشرش كده، ما يبقاش ان الخميره بتاعتك ناجحه. خلاص كده فتحتها، وزي ما بيقولوا في الصعيد كده احنا هنكسر الخميره. هنكسر الخميره، هحط لها 3 معالق من الدقيق وهقلبهم كويس جدا وهقفل البرطمان بقى واخليها تخمر تاني. ده يعني بيديني احساس برضو اقوى ان طبعا اول مره اعمله. تمام. فالخطوه دي انا بالنسبه لي تعتبر يعني ملهاش لازمه لان الخميره ناجحه. تمام. بس احنا ايه هنعمل برضو الخطوات اللي اتقالت لي وشفتها بعينيا. خلاص كده كسرنا الخميره، حطيت عليها 3 معالق من الدقيق. بس اهم حاجه ان انا اقلبهم كويس جدا لحد ما دي يختفي كده في اللبن. تمام. في اللبن اللي راب ده، وهقفل عليهم كويس جدا وهغطيهم. المرحله دي ما بتاخدش تخمير وقت كبير، ممكن تاخد معاكي ساعه او ساعتين بالكتير في الشتاء ده. خلاص. خلاص كده.
وحطيتها في كمان في مكان دافي. شايفين بقى خمرت معايا ازاي؟ ده بيأكد لي اكتر ان الخميره بتاعتي سليمه. تمام. واقدر ان انا اعجن بيها الكميه اللي انا عايزاها من الفايش. كده خلاص صفيت البرطمان كده وشطفته كده بشويه ميه وحطيتهم. انا كنت حاطه هنا نص كيلو من اللبن. تمام. نص كيلو اللبن ده كوبايتين، وحطيت حوالي كوبايه من الميه. تمام. نضفت بيها البرطمان، يبقى حوالي 3 كوبايات كده من الميه استخدمتهم من السوائل. خلاص. حطيت على الخميره دي يا جماعه بعد ما خليتها تخمر تاني 4 كوبايات من الدقيق، وهقلبهم كويس جدا. المرحله دي بقى اهم مرحله بالنسبه لي، انا المرحله دي اهم مرحله. انا حطيت هنا الدقيق. تمام. هشوف الخميره بتاعتي طالما خمرت معايا هعجن بيها كميه اللي انا عايزاها من الفايش. تمام. دي اول مرحله واهم مرحله في الفايش بالنسبه لي انا. خلاص. هغطيهم كده واسيبهم بقى ايه يخمروا في مكان دافي. تمام. المرحله دي برضو والخطوه دي هتاخد معاكي حوالي برضو 3 ساعات كده. في الشتاء ده لو حطيتيها في مكان دافي مش هتاخد حوالي ساعه. هنيجي بقى في طبق خارجي كده ونحط المكونات كلها اللي هعجن بيها الفايش. حطيت كوبايه من السكر. انا هعمل 2 كيلو. حطيت لهم كوبايه من السكر. تمام. وحطيت معلقتين كبار من اللبن البودر. تمام كده. وهقلبهم كويس جدا مع بعض، وكوبايه من الميه الدافيه. ودي معلقه كده حوالي معلقه كبيره من الكركم. ما كترش كتير في الكركم عشان الكركم لما بتكتريه الكركم بيمرر. تمام. بيمرر الفايش. هقلبهم كويس جدا كده بالمضرب مع بعض. تمام. وحطيت الميه دافيه يا جماعه عشان خاطر تدوب السكر. ده بودره الزعفران. بودره الزعفران دي هتلاقيها عند اي عطار، هتقولي له هات ب5 جنيه هيديك البرطمان اللي انت شفتوه ده الصغنن قوي زي بتاع الفانيليا. بحط سيكه بس على راس المعلقه كده، على طرف المعلقه عشان خاطر تديني اللون الاصفر اللي انت شفتوه في الفايش ده. دول باقي ال2 كيلو دقيق. حطيت عليهم شويه من الميه. كنت واخده منهم ال3 كوبايات اللي انا هعمل بيها الخميره بتاعه الفايش. تمام. وكيس من البيكنج باودر. تمام. وشويه كده من الملح. وهقلب المكونات الجافه دي كلها مع بعضها كده لحد ما تمتزج كده مع بعضها عشان سنه الملح دي ما تظهرش معايا في الفايش. تمام. الخطوات دي مهمه جدا يا جماعه، وشوفوا الفيديو لحد الاخر عشان الفايش يطلع ناجح. خلاص. دي بقى اهم خطوه اللي انا قلت لكم عليها. شايفين الخميره هنا؟ شايفين بقى اتخمرت معايا ازاي وعملت فقاقيع؟ لا يعني انا لما فتحت عليها كمان وانا بعمل فيها كده بختبرها بصبعي. شايفين هايشه ازاي؟ وكمان بتطلع صوت. يعني من كتر ما هي خمرانه والخميره بتاعتي ناجحه بتطلع صوت. هحط الخلطه اللي انا عملتها هنا، الكركم والسكر والميه. تمام. وبودره الزعفران والكركم. وهقلبهم كلهم كده على الخميره الاول. تمام. يبقى كده مجموع المواد السوائل اللي انا حطيتها حوالي 3 كوبايات ونص. تمام. على انا هعجن دلوقتي 2 كيلو من الدقيق. 2 كيلو من الدقيق بياخدوا حوالي من 5 ل6 كوبايات من السوائل. خلاص. على حسب نوع الدقيق. حطيت هنا كوبايه الا ربع من السمنه، وهحط كوبايه الا ربع برضو من الزيت. يبقى مجموع المواد الدهنيه اللي هعجن بيها الفايش ال2 كيلو كوبايه ونص. تمام. حطيت هنا كوبايه الا ربع من السمنه عليهم. تمام. ونص كميه الدقيق. خلاص. ممكن احط كل المكونات على بعضها. هنا بقى اهو كوبايه الا ربع من الزيت. اهم حاجه برضو الزيت اللي بتحطيه في الفايش يبقى نوعه حلو. عايزه تحطي سمنه كله مفيش مشكله، عايزه تحطي كله زيت مفيش اي مشكله. هلف العجينه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده لحد ما المواد كلها تختفي معايا الدقيق بتاعي. تمام. وهحضر جنبي كوبايه من الميه الدافيه. في الشتاء ده اعجنيه بميه دافيه. بالميه الدافيه بتاعتك دي بتنشط الخميره بسرعه وبتخليه يخمر معاكي بسرعه. بلف بقى المواد كده كلها مع بعضها وبعجن كده بايديا. العجينه بتاعتي عشان فيها مواد دهنيه كتير. تمام. فبتتلف وبتبقى سهله جدا في العجن معايا. بصوا العجينه زي القمر. طبعا فيها دقيق. انا عامله 2 كيلو هنا بقول لكم دقيق. تمام. هياخدوا حوالي 5 كوبايات ل6 كوبايات من السوائل. النهارده خدوا معايا 5 كوبايات من السوائل. عايزه تبقى ميه مفيش مشكله، تعجني بالميه مفيش مشكله، تعجني باللبن الحليب مفيش اي مشكله. عجنتهم لحد ما وصل كده لحد المرحله دي. انا حطيت اللبن البودر برضو عشان يستعوض الميه اللي انا حطيتها، كاني حاطه لبن كل اللي عجناها كلها بلبن. تمام. عايزه تعجنيها بميه بعد كميه اللبن اللي احنا حطيناها في الخميره مفيش اي مشكله. عجنتها لحد ما وصلت للشكل ده، وغطيتها برضو في مكان دافي. خدت معايا وقت في الخمر شويه عشان الدنيا شتا.
لو حطيتيها في مكان دافي هتبصي الخميره ما شاء الله كانت تحفه من الجمال. الكميه اللي انا عملتها دي تعجن حوالي 4 أو 5 كيلو من الدقيق. تمام، انا عجنت بيها النهارده 2 كيلو من الدقيق. شايفين الفايش كان تحفه من الجمال. بصوا بقى هنا دي طريقه لعمل الفايش، للتصبيع بتاع الفايش. تمام، خدت كده قطعه على ايدي وببرمها كده. تمام، زي صوابع البسكوت او صوابع الفايش كده اللي بتبقى في الافران. بصوا، وبلفها على ايدي كده وببرمها وبرصها جنب بعضها في الصواني زي ما انتوا شايفين كده. الطريقه دي حلوه قوي، بس هوريكم طريقه عجبتني اكتر من دي. كل ما صبع الفايش يبقى معاكي خفيف شويه ورفيع، تقطيعته تبقى رفيعه، بيطلع معاكي في التحميص بيخلص بسرعه. تمام، يعيش معاكي فتره اطول. تمام، يتحمص بسرعه في الفرن، ما يبقاش طري في النص ويبقى تخين ومكلكع. تمام، في كذا طريقه. يا اما وانت بتعملي الصوابع دي كده بتخففي العجينه خالص، يعني نص العجينه دي المفروض تتعمل، تخليه الصبع كده رفيع جدا، لكن انا كنت عاملاه تخين شويه. بس بصراحه في كلا الحالات كان تحفه من الجمال. كفايه طعمه يا جماعه. هي خطواته طويله شويه وعايز صبر، بس سهله. هي طويله بس سهله، كتيره بس سهله. شايفين بقى كده بعد ما خلصته كده بغطيه كده واحطه في مكان دافي برضو لحد ما يخمر تاني. ودي الصينيه التانيه، عملت صينيتين كده بالشكل ده بالصوابع. والطريقه بقى التالته، تمام، بجيب الصاج بتاعي كده وبدهنه ماده دهنيه بالزيت. تمام، وبجيب حته كده من العجينه زي ما انتوا شايفين، وبعملها كده زي الرغيف. بس اهم حاجه معليهاش وبططها كده، بحطها كده لحد ترتاح شويه، وبعد كده بفردها في الصينيه عشان لما اعملها اجي اسويها في الفرن. اما بتيجي تتسوى في الفرن بتعلى. تمام، وبتخمر تاني، ما تبقاش عاليه قوي وانا بقطع صوابع الفايش. بص بقى ببططها كده. تمام، عشان لسه هتاخد خمر تاني وهتعلى في الفرن. وصفة النهاردة كانت تحفة من الجميل. لو وصلتوا هنا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعار بكل وصفة جديدة بنزلها على القناة. الوصفة دي يا جماعة من قلب الصعيد. شايفين بقى ما شاء الله حاجة كده تحفة من الجمال. بصوا ببطط برضو في الصينية كده. اعملي الكمية اللي انت عايزاه، اعملي العدد اللي انت عايزاه، اعملي الرغيف اللي انت عايزاه. ده يعتبر زي الرغيف، بتفرديه زي ما انت عايزة وبعد كده بتقطعيه زي ما انت عايزة برضو، بيخمر ويبقى زي الفل كده. خلاص هسيبهم بقى يخمروا. تمام، بصوا كده لما حطيته في مكان دافي، بصوا الصوابع بقت زادت ازاي وملت الصينية. خلاص كده هدخلهم الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط. أهم حاجة وأهم حاجة يا جماعة بأكد لك عليها إن السوا بتاعه يبقى بالمنظر ده، ما تحرمشيهوش خالص وما تخليهوش ياخد لون زيادة عن كده، عشان لسه هتحمصيه. لسه هتحمصيه لما يجي يتحمص تاني في الفرن وترديه الفرن تاني ما يطلعش معاكي ممرر، ما يطلعش معاكي ممرر، هيطلع غامق. تمام، طعمه مش هيبقى حلو خالص. تسويه بالمنظر ده بياخد اللون الاصفر ده فوق وتحت. تمام، اول ما يبتدي يصفر كده من تحت من على الجوانب كده زي صينيه الكيكه بالظبط، يعني عاملي الفايش كانك عامله صينيه كيكه بالظبط. اول ما يطلع اصفر معاكي كده وتشوفي الجناب بتاعتك اصفرت، شغلي عليه الشوايه على طول، بيطلع بصوا فوق وتحت بالمنظر القمر ده. كان تحفه من الجمال. جربوه، بس اتبعوا الفيديو لحد الاخر وشوفوا الفيديو وشوفوا الخطوات كلها لحد الاخر. شايفين بقى؟ بصوا الوصفة دي جميلة جدا، بس ممكن نخفف الصوابع شوية. خلاص كده بصوا بقى بيتفصل كده عن بعضه ازاي، مجرد ان انتي بتفصليه كده. شايفين بقى صوابع الفايش الصعيدي على اصوله. بصوا بصوا الطعم مختلف جدا 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 عن الفايش السريع. الفايش السريع ده حاجة وده حاجة تانية خالص، دي وصفة على أصولها بتاعت بلدها. لكن اللي شايفين بقى هنا بوريكم الوصفة حلوة ازاي. بصوا طالع زي صينية الكيكة بالظبط، بينفع يتاكل كده يا جماعة، بيبقى تحفة 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 من الجمال. بس احنا بنحمصه عشان يعيش فترة أطول.
بصوا بقى بيطلع كده زي صوابع ازاي معايا. ما شاء الله وصفة النهاردة كانت مبهرة والنتيجة كانت تحفة من الجمال. بسلكهم كده بالسكينة عشان يديني الصبع كده متساوي اكتر. ممكن تعمليهم بايدك، تفصليهم بايدك عادي، وممكن بالسكينة. بعد ما فصلتهم كده والفايش كله خلص معايا، بحطه على الشبكة كده وفي الفرن على درجة حرارة متوسطة. تمام، واخد بالي منه كويس جدا عشان ما يتحرقش معايا. دي خلاص الأرغفة اللي أنا عملتها كده، والأقراص اللي أنا عملتها شايفين بسلكها بس بالصينية كده عشان الجوانب بتبقى لازقة زي ما انتوا شايفين كده. بحاول أسلكها كده بسباتيولا عشان خاطر لو طلعتيها بإيديكي العيش ده بيتكسر فبيبوظ منك، ما بيديكيش الكمية كلها المطلوبة. تمام. بصوا بقى بمسك العيش ده، الرغيف اللي انا عملته ده، وبقطعه كده بالسكينة. بالنسبة لي انا الطريقة دي احسن. شايفين الصوابع بتبقى طالعة، وقطعيه بقى زي ما انت عايزة. بصي مش لازم تقطعيه بالطول، ممكن تقسمي الرغيف على 2 وتعملي الصوابع اللي انت عايزاها، وبتفردي فوطة كده على الرخامة. تمام، الرخامة بتاعتك، وتقطعيها على فوطة او على حاجة نظيفة. تمام، او على ترابيزة نظيفة. شايفين بقى جمال ما شاء الله. كانت الوصفة مبهرة يا جماعة. الفيديو طويل شوية بس كله استفادة. بصوا بقى حاجة بجد تفرح لما تعملي حاجة كده حلوة تطلع معاكي مظبوطة كده بالشكل ده، يبقى انبهار. كده خلاص وصفتنا خلصت والفاش بتاعنا خلص. حمصته في الفرن، شايفين بعد ما حمصته كده وطلع بالشكل ده، طعمه تحفة من الجمال. طعمه رهيب يا جماعة، جربوه مفيش فيه ولا غلطة. شايفين بقى زي ما وريتهولكوا كده في اول الفيديو. لو عجبتكم وصفتي النهارده اشتركوا في القناه وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفه جديده انا بنزلها على القناه. شايفين القمر بيتكسر بكل سهوله في كوبايه الشاي باللبن، بيدوب دوب. والسلام عليكم في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.